شو مفهوم السلفية عندك؟ أنا بالنسبة لي السلفية السلفية هي كلمة بالنسبة لي مأخوذة ممن سلف. صح؟ صحيح. السلف يعني سبق. نعم. أي واحد سبقني هو من السلف، وإحنا راح نكون سلف بالنسبة لمن سيأتي بعدنا. فإذا قالوا لي لا ليس هذا هو المقصود بالسلفية، وإنما المقصود بالسلفية القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في هالحالة أقول لهم إذن ابن تيمية ليس من السلف لأنه لم يكن من القرون الثلاثة الأولى. ففهمونا انتم السلف، فورا يتراجعون يقول لك السلفيه هو منهج يعني وطريقه في اخذ العباده والدليل والبرهان. طيب كلنا ناخذ العباده والدليل والبرهان. نعم. يعني ليش اعتبرت نفسك سلفي وانا ما اعتبرتني سلفي؟ زين، الا اذا اعتبرت ان السلفيه هي فرقه من فرق الامه واعتبرت كل الباقي ضالين، وهذا الذي قاعد يحدث. انه اهل الحديث هؤلاء هم اهل الحق، والأشاعرة والماتريدية، على فكرة أنا لست أشعري ولا ماتريدي، أنا من أهل الحديث في العقيدة. أنا عقيدتي عقيدة أهل الحديث، لكني أرفض أن أعتبر الأشاعرة والماتريدية هؤلاء منحرفين وخارجين. ابن تيمية اعتبرهم من أهل السنة. يا أخي الأمة تفرقت الآن، يأتون هؤلاء يريدون يفرقون أهل السنة. طيب أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعرة الماتريدية. 95%؟ 95. نعم، أنا سويت إحصائية. أنا عندي كتاب عن تاريخ الإسلام والوضع الحالي في المسلمين. شو الهند وباكستان واندونيسيا وهذا كلهم أشاعرة وماتريدية. أهل الحديث هم فرقة صغيرة من أهل السنة. أنتوا الحين بتفرقون أهل السنة بعد وتقولون هذول حق والباجين باطل؟ لا، يبقى أنا عندي بالنسبة لي أهل السنة هؤلاء كلهم على الحق. طيب، واختلاف وجهات النظر هذه لا تفسد للود قضية. نعم. نختلف، أقول أخطأ، أقول كذا، بس ما أقول هذا انحراف. طيب، فأنا بالنسبة لي هذا الذي يزعجني. نعم. فالسلفية اليوم هي ليست سلفية منهج. السلفية اليوم هي طريقة للحجر على الآخرين. السلفية اليوم هي فرقة تريد أن تفرق أهل السنة، وأنا أرفض تفريق أهل السنة. كلام خطير دكتور.